كانت هنا راحت فين؟ احمد احمد ايوه. احمد يا احمد، هو انت بتعمل ايه؟ احمد انت بتعمل ايه؟ اشرب. تشرب ايه؟ وريني كده. ايه ده؟ لف الكوبايه. دي بقى يعني انا قلت لك تعالي اعزمك عند ستاربكس نشرب ايس كوفي. ما انا قلت لك ساعتها هجيب لك ستاربكس لحد عندك، انا فاكره. وانت جبتهولي اهو. ما انا جبته لك بس ما خلصتوش عشان تشربه، انا لسه بحط عليه حاجات لا ما هو حلو كده، ما احنا لما بنروح هو بيبقى كده. طب ما تديني فرصه بس اوريها للناس يعني، ما انا قلت لك هجيبه لك لكن حاضر. ما قلتلكش انت بتعمل ايه. انت بتعمل ايه؟ وري لي الناس. ايه الشنب اللي انت عامله ده؟ يعني انت كده ما بتوريهوش للناس. وريني يا عم طب الكوبايه طيب. طب هات بس، طب هات. والله العظيم هو المفروض يعني بص. عينه جايه معايا. هو المفروض ان ده كان، والله قلت لهم فعلا بوظها لي طبعا، الله يسامحك، وبوظت لي الفوم بتاعها بس يلا بالف هنا. فهو الفوم هو عمل له اهو شنب، الفم اهو، عملنا له شنب. ما راحش في حته بعيده اهو. عملت له ستاربكس لكن عبقري يعني. طب خد خلاص عشان حرام كده، حرام صعب عليا وبطننا توجعنا. عبقري جدا ولذيذ اه جدا اه وحلو جدا. اتكلم انا بقى، ما هو يعني بس، ركز انت ركز بس ركز. مش انا اللي هقول لكم الطريقه بقى. ماشي. انتوا هو ده كده، ده النهائي بتاعه، ده الشكل النهائي يعني، ده الشكل النهائي، او كان الاحلى من كده، بس طبعا احمد بالف هنا وشفا يعني. هو اصلا مش معايا خالص. تمام. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه كده في الفيديو، سهله قوي 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 بجد والله العظيم. بدل ما بندفع مبالغ كتير انا بتكلم حبيبي، ركز معايا. وانا بشرب. طيب بدل ما بندفع مبالغ كتير في ستاربكس وفي الحاجات الغاليه دي في الكافيهات، المشروب ده غالي جدا في الكافيهات، عملت لكم في البيت سهل ولا اي حاجه، مفيش مكونات اصلا. تعالوا كده نشوف الطريقه. بس انا كنت هقفل يعني عشان اشوف الطريقه، لكن بصراحه استوقفني موقف، يعني استوقفني المنظر ده. بصوا في ايه؟ النبي كميله. حبيت تشوف المنقار ده بس، يعني امسح بس كده المنقار ده يا حبيبي. في حاجه هنا؟ يلا بقى تشوف الطريقه وكفايه كده عشان ما اخليكش ترند. ما تيجوا نشوف يلا. انا بجيب النسكافيه بتاعي يكون اسبريسو. ليه اسبريسو؟ علشان بيكون طعم القهوه فيه بيكون غني اكتر. ده بالنسبه لي نجيب نسكافيه جولد، اللي مش متوفر عنده اسبريسو يكون متوافر نسكافيه جولد، لان دول بيكون طعم القهوه فيهم غني اكتر فبيعزز الطعم اكتر. على قد الكميات اللي بحطها، يعني بتكون على قد الكميات، معلقتين نسكافيه، معلقتين ميه، معلقتين سكر. اللي مش بيحب السكر كتير ممكن يستغنى عنه، اللي بيحب السكر اكتر ممكن يزود السكر على حسب، لكن هي بتكون بنسب معينه مع بعض. لو حطيت معلقتين نسكافيه بحط معلقتين سكر ومعلقتين ميه. وطبعا زي ما قلنا عايزين نستبدل السكر، عايزين نحط بداله سكر دايت. الناس اللي بتحب النسكافيه يكون طعمه مر كده ممكن ما نحطش السكر خالص، او نحط نسبه قليله قوي. يعني السكر انت اللي بتحكمي فيه على حسب ما انت بتحبيه. لكن نسكافيه معلقتين نسكافيه زي ما حطينا كده معلقتين كبار، نحط قصادهم معلقتين من الميه ونقلبهم بس كده تقليبه بسيطه بالمعلقه، علشان لما نيجي نضربهم ما يلزقوش في الحاجه اللي بضغط فيها يعني، او اللي بضربهم فيها، على حسب الدورق اللي بتعملي فيه او البوله اللي بتعملي فيها. بنقلبهم تقليبه كده من تحت عشان ما يلزقوش ويعملوا فوم كويس. انا لقيت بقى ان مضرب النسكافيه هياخد وقت كتير يعني هيقعد فتره كبيره كده. جبت مضرب البيض واشتغلت بيه، عمل لي احلى فوم. ممكن نعمل على فكره كميات كبيره ونحطهم في الفريزر عند اللزوم بس، او وقت الحاجه لو عايزين نعمله نطلع ونحطه على طول. يعني طريقه تخزين برضو بالنسكافيه بتكون بتنجزك كده شويه في الوقت. لو حابه تعملي على طول بدل ما تقعدي تضربي كل مره، بنعمله في علبه وبنغلفه وبنشيله. خدت الفوم اللي انا عايزاه كده، وطبعا بستمر بالضرب يعني من 5 ل7 دقايق. بلاقي لونه بدأ يتفتح كده معايا، مش عايزاه يكون خفيف قوي قوي ولا تقيل قوي، عايزه القوام ده الكريمي ده، اللي هو لما احطه في الكوبايه ما ينزلش تحت خالص، عايزاه يثبت كده في الكوبايه من فوق لما اجي احطه. بنجيب بقى الكوبايه او المج او ايا كان يعني هنشرب في ايه، بنحط كميه التلج اللي احنا عايزينها على حسب. عايزه اقول لكم منعش وجميل جدا، طعمه حلو قوي قوي واحلى من اللي بتشربيه بره كمان. بنحط اللبن بتاعنا، نخلي بالنا واحنا بنحط اللبن ما نملاش الكوبايه على الاخر عشان نعمل حساب اما نحط النسكافيه. يعني 3/4 الكوبايه كده لبن مع التلج، او نصها كده،
عشان الباقي نحطه يعمل فوم. شايفين قوامه كريمي والفوم بتاعه تحفة، شكله اصلا يفتح النفس وحلو قوي قوي قوي. ما اخدش مننا 3-4 دقايق على بعض، وسهل جدا وبسيط. عايزين نحطه ونزوقه بشوكولاته بصوص كراميل اللي احنا عايزينه. طعمه جميل جدا 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 ومنعش قوي 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 في حر الصيف. فيديو بسيط وسهل ومش هياخد منك اي حاجه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يا رب يكون عجبكم الفيديو. وطبعا بعد ما شفنا الطريقه بألف صحه وهنا طبعا الاستاذ احمد افندي بيه يعني، بس نحب نعرف رايه. ها؟ جامد جدا، حلو جدا، وامشوا على الطريقه يمشوا وجربوه. على الطريقه ايه يعني؟ يمشوا؟ هو انا بكلمهم على دائري، هو ايه اللي يمشوا على الطريقه؟ ما نحط يمشوا لهم على GPS الطريقه، يعني. يمشوا على الطريقه، ايه يشوفوا يمشي على الفيديو الطريقه؟ ويمشوا على يمشي على الطريقه، الطريقه ايه يعني ايه؟ مفيش المشكله؟ حاجه اسمها يمشي على الطريقه. انا لما بشوف فيديو حد بيقول طب يمشي انا على مش الطريقه هتكلم مش تاني اهو. يا جماعه لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب انا. والافندي. بس كده. اديله شويه اديله شويه. خليكم بقى معايا انا، بس بسيبكم من امشوا على الطريقه، انسوا الكلمه اللي انتوا سمعتوها دي خالص يعني. نعمل سبسكرايب حلو للقناه بتاعتنا على اليوتيوب انا حلو. والافندي. انا بتكلم مش اعمل اسلوب باي، كده، اعمل مش باي اسلوب. لماما. اسمعوني يا جماعه يا جماعه. ماشي باي. سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب انا والافندي، ونتابع بيجي الفيسبوك انا والافندي. الطريقه حلوه قوي، جربوها هتعجبكم ما جدا تنسوش شير ولايك. كتير قوي. باي باي.